في البيت، كل واحد منكم الآن أنا جالس معه في بيته، اسألني قل لي يا فهد وش أسوي عشان أبغى باب الرزق يفتح لي، أبغى أصير سعيد، أبغى تتغير أحوالي، أبغى الفقر هذا يروح، أبغى الهم يزول، أبغى البلاء يزول، أبغى تتغير أحوالي، أنا وش أسوي؟ اسألوني هذا السؤال وأنا بجاوبكم. تتوكلون على الله سبحانه وتعالى. والله يا أخوان إن هذا الأمر إنه طبق على أكثر من شخص أعرفهم أنا معرفة شخصية كانوا يعانون من فقر، وبعضهم كان مريض وكان عنده دين وكان عنده هم وكان عنده خلافات مع زوجته. والله يا جماعة الخير إنه ألتزم بهذه الأمور ويشهد الله إنها تغيرت أحواله، مو 180 درجة 360 درجة بل أكثر من ذلك. نبغى نتوكل على الله سبحانه وتعالى أولا، ثم يكون عندنا يقين تماما بأن الله سبحانه وتعالى أمامنا 24 ساعة على مدار الساعة وعلى مدار الثانية وعلى مدار الأقل من الثانية كن فيكون أمر الله سبحانه وتعالى. نبغى تتمسكون بكلمة التوحيد وبالاستغفار وبالدعاء. أبغى تتمسكون بكلمة التوحيد، مثلا لا إله إلا الله، كل شوي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم ارزقني كذا وكذا وكذا وكذا. سموا حاجاتكم، سموا حاجاتكم. الله سبحانه وتعالى يقول أنا قريب جدا منكم بس ادعوني استجب لكم. ادعني أنت تطلبني وأنا جاوبك. الاستغفار كذلك يفتح لكم آفاق السماوات والأرض، وكلمة التوحيد تردع الشياطين وتقوم حظك، ترفع ذكرك عند الله سبحانه وتعالى. فتمسكوا بهذا الأمر. طبعا غير العبادات وغير الصلاة نحافظ عليها، هذا مؤكد يعني. نحافظ على صلاتنا دائما، نحافظ على الوتر، نحافظ على صلاة الضحى قد ما نستطيع، مو بشرط يوميا. نحافظ على الصدقة قد ما نستطيع، كل أحد ما تجده نفسه، إن شاء الله ريال، إن شاء الله 5، إن شاء الله 10. والله يا إخوان إن الإنسان أحيانا يركب سيارته يروح من منطقة لمنطقة يبحث عن شخص يتأكد أنه هذا الشخص محتاج فعلا ويعطيه يدا بيد عشان يضمن أن صدقته وصلت. ليش؟ لأنك لما توصل الصدقة أنت بنفسك وتثق أنها وصلت إلى شخص يستحقها أو أن الشخص هذا بيستفيد منها، هذه الفائدة بعينها وعيونها. فابحثوا عن الصدقة، ابحثوا عن الاستغفار، ابحثوا عن كلمة التوحيد وعن التوجه إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء لأنفسكم باللي أنتم تبغونه. أنتم ايش تبغون؟ لا تكلمون أحد من البشر، لا تقول والله أنا مريض، أنا أعاني من صداع، أنا عندي دين، أنا عندي هم. لا 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 لا، الناس ما راح ينفعونك. ممكن يقدم لك مرتين 3 مرات بس ما راح يستمر معك. لذلك نرفع أيدينا على طول مباشرة إلى الله سبحانه وتعالى ثم نقول يا رب حقق لي كل أمنياتي